وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما أونلاين. في حلقة النهاردة هنرجعنا بمراجعة جديدة، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو 2 للإيجار. قبل بس ما نخش في الحلقة ياريت تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه مشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا ويلا بينا نخش في الحلقة. ولا خركة خرمية صفيحة حمادة أسرع دليفري في صف. تطبق الشروط والأحكام. فيلم 2 للإيجار بينتمي لنوعية الكوميديا، ومن بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد كبير من النجوم على شكل ضيوف شرف، ومن تأليف أسماء غازي في تجربتها التأليفية الأولى، ومن إخراج شادي علي. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن صفيحة وحمادة واللي بيحاولوا يلاقوا شغل في أي حتة، ولكن بيفشلوا فبيقرروا إن هم يعملوا فيديو على الفيس ويقولوا إنهم للإيجار على أمل إن حد يكلمهم في شغل، وده فعلا بيحصل. وبتتوالى الأحداث عشان نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. أول ميزة الفكرة. فكرة الفيلم تعتبر أكتر نقطة كانت مخلاني متحمس وعايز أتفرج على الفيلم. حتة إن يبقى فيه 2 عواطلية وبيقرروا إن هم يعملوا فيديو على الفيس ويقولوا إحنا 2 للإيجار، اللي عايزنا في أي شغلانة يكلمنا. فكرة صايعة قوي، وكان ممكن يخرج منها مواقف كوميدية جامدة جدا. بس كعادة الأفلام المصرية في الفترة الأخيرة بيبقى عندنا فكرة ومفيش تنفيذ، وده اللي حصل مع فيلم 2 للإيجار. الفيلم يعتبر أحسن فتراته كانت أول نص ساعة قبل ما يعملوا الفيديو، كان فيه كوميديا حلوة والفيلم كان كويس جدا. بعد ما عملوا الفيديو وخلاص بقى دخلوا في حتة إن الناس بقى بيكلموهم في شغل وكده، الفيلم وقع خالص ومش فاهم ليه ده حصل. تاني ميزة بيومي فؤاد ومحمد ثروت. على قد ان الاتنين طول الفيلم كانوا بيقلشوا قلش قهاوي وقلش رخم جدا، بس في النص كان بيبقى فيه قلشات حلوة وبتضحكني. وبصراحة انا من الناس اللي بتحب الكيمياء اللي ما بين بيومي فؤاد ومحمد ثروت. هي مش احسن حاجة في الفيلم ده، كانوا طول الفيلم بيقولوا افيهات وحشة جدا، بس ساعات يعني كانوا بيقولوا افيهات حلوة وبتضحك. طيب كده المميزات خلصت، نخش على العيوب. اول عيب الكوميديا. في يا جماعة ظاهرة كده غريبة جدا في الافلام الكوميدية في الفترة الاخيرة، انا مش عارف اذا كان انتم ملاحظينها ولا لأ. المهم يعني ان احنا بيبقى عندنا افكار حلوة وبنلاقي ان المؤلفين بيستسهلوا وبيكسلوا. يعني فيلم زي 2 للإيجار، انت عندك فكرة حلوة تجيب مواقف كوميدية على اعلى مستوى، ليه تكسل وتستسهل وتروح واخد الفيلم لمنطقة الإفيهات؟ الفيلم كله إفيهات، و80% من الإفيهات دي دمها تقيل، وال20% الباقيين إفيهات أهو. طب ليه ما تتعبش وتقدم مواقف كوميدية؟ الفيلم ما فيهوش ولا موقف كوميدي، حاجة عجيبة فعلا. تاني عيب السيناريو. الفيلم بعد ما هم عملوا الفيديو وخلاص بقى في ناس بيكلموهم في شغل وكده، الفيلم خد طريق السكتشات، وكل سكتش كان بيبقى فيه ضيف شرف. حرفيا كل السكتشات اللي في الفيلم كان دمها تقيل، ما عدا سكتش واحد بس اللي هو كان فيه مرهان حسين. كان سكتش فيه فكرة وكان فيه شوية كوميديا كويسين نوعا ما. غير كده كل السكتشات او باقي السكتشات اللي في الفيلم كان دمها تقيل جدا الصراحة. تالت عيب الإخراج. الإخراج ما كانش فيه أي نقطة مميزة، ولا تصوير ولا مواقف كوميدية خرجت، مفيش أصلا مواقف كوميدية ولا أي حاجة خالص. رابع عيب النهاية. نهاية الفيلم بتوحي بجزء تاني. جزء تاني على إيه؟ يعني هو أنت إيه الحلو اللي أنت عملته في الجزء الأول فإحنا متشوقين ومتحمسين قوي عشان نشوف جزء تاني؟ انت ما عملتش حاجة يعني فعلا نهاية الفيلم انا اتفاجئت بيها خالص. ويعني جزء تاني ايه يعني؟ هو لو في جزء تاني انا هدخل الفيلم ده عند ام ترتر، مش هدخل انا حاجة. طيب كده العيوب خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم 2 للإيجار هو 4/10. فرصة مهدرة، بس أقول إيه، الاستسهال والكسل هما اللي بوظوا وضيعوا الفيلم. وطبعا اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما اونلاين على الفيسبوك.
شكرا جدا ليكم على المشاهدة، اشوفكم على خير، سلام.